مستحيل اختي تجربي معايا هاد الصباغه وتعطيك لون برتقالي، غتعطيك لون بني من اول استعمال. وبالنسبه للسيدات اللي بغاو يصبغوا الشعر ديالهم وعندهم الشيب في الشعر ديالهم، هاد الصباغه هادي صباغه طبيعيه باللون البني من اول استعمال. غديريها وغترجعي تشكريني. طبقتها قدامكم وغتشوفوا النتيجه بعينيكم. وصفه طبيعيه 100% والنتائج ديالها مضمونه مليار في المية. اقسم لكم بالله اللي عندها الشيب غاديه تجربها وترجع عندي لي كومونتير وتقول لي سيري ناديه الله يرحم لك الوالدين. شوفوا اللون اللي عطات. الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم غزالات ديالي صباغه طبيعيه بدون مواد كيماويه بصفه نهائيه. ممكن ديرها المرضع والحامل، ما عندهاش اضرار جانبيه نهائيا. بالنسبه للبنات او للسيدات اللي كيعشقوا اللون البني الغامق، صباغه طبيعيه بمكونات طبيعيه كتقوي الشعر وفي نفس الوقت كتوقف التساقط وكتعالج لكم حتى الفروه ديال الراس. الا عندك البكتيريا، عندك القشره، عندك التساقط ديال الشعر، راها زوينه لانها كتصحح الزغبه. صباغه رائعه، مكونات متوفره، ما كتعداش 5 دراهم. خليكم معايا ومرحبا بكم. تحتاجي واحد الكاسرونه وغتاخدي قشور الرمان. قشور الرمان الا كان وقيت الرمان نشف القشور ديالو خبيهم ولا خديه من عند العطار، راه غير درهم قشور ديال الرمان راها كافيه. القشور ديال الرمان اللي زوين فيه كيصبغ الشعر بشكل طبيعي، كيعطيك واحد اللون وكيغذي البصيله، كيزيد في كثافه الشعر، كيحيد لك القشره وكيعطي للزغبه القوه. وغنضيفوا عليها واحد المعالقه كبيره ديال اتاي الشاي اللي كنشربوا الشاي الاخضر. اي اتاي كتستعمليه عندك في الدار خدي منه غير معلقه وضيفي على دوك قشور الرمان، لان الشاي غني بمضادات الاكسده وفيه الكافيين كيمنع تساقط الشعر، كيقوي الشعر وكيعطي واحد اللمعه. وبالنسبه لثالث مكون عندنا هو القهوه، ماشي القهوه سريعه الذوبان او القهوه عشوب، غتاخذوا غير القهوه العاديه مطحونه. القهوه كتعطي واحد اللون طبيعي للشعر وكتقوي البصيلات ديال الشعر وكتحفز الدوره الدمويه وكتزيد من سرعه نمو الشعر. غتضيفي منها حتى غير معلقه وغنضيفوا على هاد المكونات 2 كيسان ديال الماء. المكونات كلها غزاله كتعطي واحد اللون فن زوين. انا غنشاركو معكم في نهايه الفيديو تشوفوا بعينيكم اللون اللي حصلت عليه البنت ديالي. لون خطير البنات، خطير بزاف. وبالنسبه لهاد المكونات كتقوي حتى الشعر وكتمنع التساقط. صافي من بعد ما حطيتو في البوطه وتغطيوه ضروري البنات حتى كيطلعوا دوك المكونات كاملين في الماء وكتصفيوه. ملي كتصفيوه كتخليو هاد الماء البنات حتى يبرد، ما تضيفوش على المكونات اللي غنشارك معكم دابا وهو سخون حتى يبرد. وهاد الصباغه راه كتصبغ حتى الشيب وما كتخليش اللون ديالو برتقالي، بالعكس كتخلي اللون ديالو بني ومن اول استعمال البنات. صافي وغنخليو المحلول يبرد على جنب. غناخذ واحد الزلافه وغنضيفوا ليها معلقه كبيره ديال الكاكاو المر اولا هاد الساشيه اللي كدير درهم ونص. الكاكاو كيعطي واحد اللون غزال للشعر البنات، وحتى البنات اللي كانوا كيديروا الصباغات الكيماويه راه الكاكاو كيعالج الشعر. وغنضيفوا عليه واحد المعلقه ديال 12 الذره. وهاد المكونات هادو اللي غنشارك معكم دابا البنات راه صباغه من اول استعمال، وكنتحدى اي وحده تجرب الوصفه ديال اليوم وما تصبغش ليها الشيب اولا تردوا ليها برتقالي. كنتحداك اختي غير جربيها بالطريقه اللي غنعطيكم المكونات ومن اول استعمال. وغنضيفوا على واحد المعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان وغنخلطوا هاد النواشف هادو كاملين غنخلطوهم. واقسم لكم بالله البنات اللي عندها الشيب غاديه تجربها وغاديه ترجع لعندي لي كومونتير وغتقول لي سيري ناديه الله يرحم لك الوالدين. الشيب كتصبغوا من اول استعمال واحد اللون كتعطيه خطير، هانتوما غتشوفوه في نهايه الفيديو. صافي غناخذوا دوك النواشف غنرجعوا من الكاسرونه وغنضيفوا عليهم داك المحلول وغنخلطوا مزيان حتى كينسجموا جميع العناصر. هانتوما شوفوا كيف كنشارك معكم داك الشيء بالتدقيق باش حتى نتوما ديروها وتنجح معاكم. هاد الوصفه غتولي المعتمده عندكم. صدقوني يا البنات كنجيب لكم وصفات ناجحه ومجربه، راه ما كنجيش ونعطيكم حتى كنجرب عاد واش كنعطيكم. كنجرب على الناس اللي قراب مني، على صحاباتي، على بناتي، على بنات صحاباتي، عاد واش كنجي نشارك معكم الوصفه وكنعطيها لكم وانا ضميري مرتاح. والحمد لله اللهم لك الحمد تعرفت بصاحبه الوصفات الصادقه. من بعد كتحطوه في البوطه ومع التحريك المستمر ما كتخليوش البنات وتمشيو الا كتخليو نتوما كتحركوا دغيا كيعاد معاكم. وكيف قلت لكم هاد الوصفه راه كتغطي الشيب من اول استعمال، وفوق من هاد الشيء كامل كتطول الشعر ديالكم، كتوقف التساقط، كترطب الشعر. مكونات كلها غزاله وقشر الرمان راه ممتاز في تساقط الشعر. صافي من بعد غناخذ واحد الزلافه وغنضيفوا ليها الوصفه ديالتنا وغنخليوها غير تدفى شويه ماشي تبرد. وغنضيفوا لها 2 معالق كبار ديال الحنه. السيدات اللي كيقولوا الحنه كتنشف الشعر راه ما غاديش تنشف لكم الشعر، لاننا غنضيفوا الزيت ومازال غنضيفوا
اشياء اخرى. وبالنسبه للبنات اللي غيقولوا الوصفه غتصبغ لكم الشعر بلا حنه، راه مستحيل، راه ما غاديش تصبغ لكم الشعر. عن تجربه، راه ما كنهضرش من فراغ. الا درتي الوصفه بلا حنه راه غادي ترطب لك الشعر وتمنع لك التساقط وتغدي لك الشعر، ولكن راه ما غاديش تصبغ لك نهائيا لا الشعر لا الشيب. من الاحسن البنات ديروا الحنه، راه زوينه. هاد الوصفه راه مجربه وضروري البنات من الحنه. 2 معالق كبار ديال الحنه راه ما غادي دير لكم حتى شي حاجه في شعركم، بالعكس راه كتقوي الزغبه وكتصححها، وفي نفس الوقت مع هاد المكونات اللي شاركت معكم راه كتعطيكم واحد اللون اللي غزاله البنات، كتعطيكم واحد اللون بني وكتصبغ الشيب وما كترجعوش برتقالي نهائيا مع المكونات اللي خلطنا معاها. وعشر الرمان راه كيمنع تساقط الشعر. صافي غناخذوا واحد البيضه وغناخذوا غير صفار البيض، ما ديروش البياض البيض لان بياض البيض كيعطي واحد الزفوره في الشعر. من الاحسن ديروا غير الصفار، كيغدي الشعر وكيرطبو وغني بالبروتينات. صافي وغتخلطوا مع دوك المكونات. وبالنسبه للبياض البيض ما ترميوش، خذوا الشوفان مطحون وزرعه الكتان مطحونه، ديروا معلقه صغيره من كل حاجه وخلطوا طبقوا على الوجه ديالكم. راه زوين كيشد البشره من التجاعيد وكتحسي بالبشره ديالتك مشدوده. ومن بعد غنضيفوا لها 1 معالق كبار ديال زيت الزيتون اولا زيت جوز الهند اللي توفر عندكم. وبالنسبه لصفار البيض وزيت الزيتون ملي كتضيفوه راه كيرطب الزغبه. هذاك الشيء علاش قلت لكم انا ما تخافوش. 2 معالق ديال الحنه راه ما غينشفوش لكم شعركم بالمقارنه بهذه المكونات اللي ضفنا، بالعكس صباغه طبيعيه 100% وكتعطيك نتيجه زوينه من اول استعمال. واحسن لكم بالله راكم عارفيني راه مستحيل انني نشارك معكم شي وصفات ما ناجحينش. انا راني كنجرب الوصفات على الناس اللي قراب مني، على صحاباتي، على بنات صحاباتي، وحتى كتعجبني النتيجه، وعلى راسي حتى انا. وملي كتعجبني النتيجه كنجي كنشاركها معكم بكل حب وبكل مصداقيه. صافي البنات وكنغطيو الوصفه وكنخليوها ضروري ما تخمر الوصفه، تخمر واخا غير ساعه ولا 2 سوايع باش تعطيكم نتيجه زوينه. وكتطبقوا على الشعر يكون نقي، يعني الزغبه تكون نقيه، ما تكونش الزغبه مغلفه بالزيوت وبالغبار وداك الشيء. وتضيفي لها الوصفه طبيعيه وتقولي ما نجحتش معايا. خاص شعرك يكون نظيف نقي غاسلاه، الزغبه نقيه. ملي كطبقي على الوصفه كتشد في الزغبه وكتغلغل في الزغبه وكتعطيك واحد اللون زوين، والشيب كتعطيه لك حتى هو لون بني. وهاد الصباغات الطبيعيه راه خاصها تدار مره واحده في الاسبوع باش كتحصل على واحد النتيجه اللي زوينه. من اول مره غديريها غتعطيك واحد اللون اللي غزال لون بني وغتغطي لك الشيب. وانا غنشارك معكم النتيجه بعينيكم وتشوفوها قدامكم. وهانتم راه صبغت لي حتى الايدين ديالي باش كتعرفوا المصداقيه ديال الوصفه كيفاش جاي دايره. شوفوا غير اللون في ايدي، راني غسلتهم وايدي بقى طالقه فيهم الوصفه. ودابا وانا كندير معكم المونتاج وايدي بقى طالقه فيهم الوصفه. المهم الغزالات ديالي صافي من بعد كتاخدي واحد السلوفان باش كتزمطي المكونات باش كيطلقوا في الزغبه. ومن بعد الغزالات ديالي كتغسليها وكتشوفي النتيجه بعينيك. ها نتوما شوفوا النتيجه اللي عطاتها، لون خطير البنات، لون بني شوكولا خطير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده.